أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. إن شاء الله اليومين الجايين دول كل يوم هنعمل الميزانية ونشوف صرفنا كام زي زمان وهنعمل إيه وكده. بس النهاردة في الغالب كده إن أنا هجمع كل حاجة في البيت وهعملها. حقيقي طلعت كل حاجة في البيت الأول. هنشوف بقى الدنيا هتودينا لفين وهنعمل أكل إيه. المفروض إن أنا عايزة فطار ومحتاجة غدا طبعا. الحاجات اللي صورتها معاكم دي اللي موجودة في البيت. قبل الفيديو دوت صورت معاكم امبارح، يعني في اليوم دوت كان قبليه بيوم كان عندي اوردر، فعندي شوية حاجات كده كنت جايبة دقيق وجايبة لبن وجايبة جبنة موتزاريلا والكلام ده كله. المشروم دوت انا طلعته من الفريزر، فوجئت ان هو لونه عامل كده فدي كانت الصدمة، يعني اتصدمت بصراحة لونه عمل ليه كده، مش عارفة جايز عشان الفريزر ضعيف شوية فبيخلي حاجة تطرى، فمش خلاص مش هستخدمه. كنت هعمل يعني هدخله في الأكلة دي بس خلاص. ما شاء الله كنت جايبة جبنة كتير فدي فاضلة. خدت شوية لبن من اللي انا صورته معاكم امبارح، قصدي اول الفيديو، حطيت عليه بس نقطتين خل كده وهنستخدمه. دي عجانة، هي واحدة صاحبتي كنت بتكلم معاها بقول لها نفسي اجيب عجان، والله نفسي. قالت لي انا عندي عجان خديه استخدميه كده لو لقيتي، بس انا عمري ما كنت جربته يعني. قالت لي جربيه كده لو عجبك او كده ممكن نبقى تبعهولي، يعني هو مستعمل فبسعر رخيص تقسطهولي مش عارف ايه كده. فالنهارده هجربه. فرحانه قوي قوي والله العظيم، انا نفسي كنت من زمان اجيب عجان او اجرب عجان مش عارفه ايه. فالمهم بقى انا هعمل ايه، انا واضحين كده الحاجات دي كلها تعمل بيتزا. عندي دقيق كمان، عندي دقيق الحمد لله كتير. كيس خميره انا بقطعهوش على طول عندي في الدرج عشان استخدمه. فانا هعمل بيتزا بسيطه كده وسهله. فحطيت ايه، حطيت شويه زيت. بص انا بعمل عشوائي والله، بس انا الحاجه اللي انا ماشيه عليها بحط الحاجه اللي عندي الاول وبعد كده اقوم مزوده الدقيق عليها تدريجي، الميه دي في الاخر، واسيب شويه دقيق على جنب عشان لو العجينه مش ناجحه خلاص ازوده. يعني في الاساس احط شويه الحاجات اللي عندي في الاول زي مثلا شويه الزيت شويه السمنه، ايا كان ايه الحاجات اللي هي اصلا عندي منها قليل بحطها في الاول. ده انا كنت لسه جايبه التموين بس فعندي زيت والملح ده كنت بوريلكم جايبه من التموين برضه. بس فانا حطيت كده شويه خميره، حطيت شويه ميه لان مش عايزه استخدم لبن كتير لان عايزه اللبن هنفطر بيه برضه. فحطيت شويه لبن عليه شويه خل زي ما اتفقنا وشويه الخميره شويه الزيت بطريقه عشوائيه جدا. وبعد كده دول بقى زودهم كمان شويه ميه. بتاع الحمص ده انا بقول لكم ده على طول جنبي بحبه جدا، ده بديل الفشار بقى بالنسبه لي، بديل الحاجات. بس أنا كنت بدي ابني شويه فعشان كده جبته كده. خلاص حطينا شويه الحاجات اللي عندنا وشويه ذره ملح وكل حاجه. نزود بقى، هو الميه انا حاطه ميه مش كتير، فهزود بقى الدقيق واشوف كده تمام ولا مش تمام. انا عندي دقيق تاني هعمل بيه صنف تاني. احنا عايزين نعمل فطار وغدا من الحاجات اللي عندي، مش هشتري حاجه النهارده. اصلا انا جوزي بقاله كام يوم، يعني الكام فيديو اللي جايين دول جوزي بقاله كام يوم يا الا قاعد من الشغل يا الا في ظروف يعني بسبب ظرف ما. فهنحاول بقى نظبط الدنيا الايام دي كلها. انا مصوراهم خلاص يعني ان شاء الله انزلهم معاكم يوم ورا التاني كده. قلبته بس تقليبه كده ويلا بقى نتوكل على الله ونروح نحط الحاجات دي في العجينه. متحمسه جدا ومبسوطه قوي بصراحه. بحس العجين بالذات انا ما بحبش امشي على مقادير، بتخنق معرفش ليه امشي على مقادير الا لو هعمل بسكويت او كيكه معينه، مش كيكه بيت اللي هي العاديه اللي بنعملها يوميا دي بتاعه الشاي. لا، في كيكات معينه كده بتبقى عايزه ضبط ايه معايير معينه. اما العجين بصراحه انا ما بعرفش اظبط، يعني ما بحبش ان انا امشي على مقادير ابدا، بحب اعمله بطريقه كده اللي هو ايه، التوكل على الله. وسبحان الله الحاجه بتطلع زي العسل. انا من الحاجات اللي بتريح بالي قوي وتريح اعصابي ان انا متوكله على الله في اي حاجه، اي حاجه بجد والله. يعني مش هقعد اقول بقى انا هعمل اكل ايه ولا هلاقي، بصي اللي هلاقيه يلا زي ما تيجي ان شاء الله. ربنا هتوكل على الله وربنا هييسر لي الامر. سبحان الله بخترع شويه اكل والله من شويه حاجات بسيطه كده من التلاجة، الاقي ربنا تيسير من ربنا، ربنا ييسر. طلع حاجات زي العسل. بشيلش هم بقى الاقي بصي مثلا النهارده جوزي ما ادانيش فلوس اعمل مشكله، لا ببقى واثقه في الله ان ربنا هييسر الامر. والله خلاص يعني اكيد ربنا هييسر الامر. والله العظيم والله العظيم جت فتره قسما بالله كنت بقبض بالشهر، بس كانت انا كده بقطع الطماطم عشان هي مش كتير فهعملها كده متقطعه، يعني مش هقعد اعصر طماطم بقى وبتاع اسبك وبتاع، لا هقطع معاها شويه الفلفل الاحمر ده عشان يكترها شويه. كنت باقول على إيه، كنت باقبض بالشهر بس الفلوس كانت بتبقى قليلة جدًا بسبب إن أنا كنت داخلة جمعية بتاعة حاجة معينة والمَيّة والنور والكلام ده. المرتب أصلًا كان صغير جدًا، فكان بيبقى أيام كتير أوي في الشهر خلاص هو ما فيش فلوس أصلًا، وأنا قاعدة متطمنة. وسبحان الله بُص ألاقي واحدة من جيراني
مثلا بعتت لي طبق كشري، انا ما حدش عارف عني حاجه والله، الاقي في حد بعت لنا كيس فيه حاجات اللي هي بتاعت اللي بتطلع على روح الناس مش عارف ايه، والله العظيم اليوم اللي مبقاش فيه اكل قسما بالله. فبجد الواحد بيسيبها على الله يعني. بص الاقي بابا جاي جايب لي حاجه، يعني في مره لقيت ماما وبابا جايين الله يرحمه ويغفر لها، جايبين لي اكل اول الشهر، يقول لي تعالى احنا بابا متعود مع ماما من زمان ان احنا زمان يعني اول ما كان يقبض اول الشهر لازم نجيب اكل جاهز من بره. في مره بقى ما كنتش عامله حسابي خالص، ما عنديش اي حاجه في البيت ومش عارفه انا هعمل ايه اصلا، قلت خليها على الله. والله العظيم لقيت بابا جاي يجيب اكل جاهز، كان اول الشهر كان جاي يجيب اكل جاهز من حد يعني جنبينا، وجي بقى ايه اللي هو ده غدا معانا انا جايبه اكل جاهز فقلنا نفوت عليكي ناكله معاكي. وبالليل كان جوزي بقى قبض وجه وجاب معاه شويه حاجات للعشاء. بتوكل على الله والله العظيم بتلاقي معجزات، اي حاجه قدامك ربنا بصي بيدبرها كده، تحس ان هي بتتحل مش من ايدك خالص، انت مالكيش علاقه، بس مش لدرجه ان انت تسيبي كل حاجه امورك ما تفكريش فيها في اي حاجه، ولا تحاولي تحلي ولا تحاولي تسعي وتقولي انا متوكله على الله، لا مش للدرجه دي، بتسيبيها على الله. يعني هي اسمها بحس انها ثقه في الله ان ربنا هيدبر الامور، بس انت بتعملي اللي عليكي بتسعي يعني. بصي الحاجه اللي انا اشتريتها النهارده دي، انا اشتريت بس الزيتون، كنت جايبه ب10 جنيه زيتون وبس، بقيت الحاجة والله العظيم كلها من اللي عندي. يعني حتى كنت محتاجة زبادي، أنا بحب أعمل البيتزا بزبادي عشان بحبها طرية جدا، بس لأ أنا خدتها لقيت عندي شوية اللبن، قمت جايبة اللبن ده خدت منه حبة، حطيت عليه شوية خل، حبة مش كتير حتى عشان أنا محتاجة اللبن هنفطر منه، حطيت عليه شوية وهشوف هوريكم دلوقتي أنا هعمل الفطار كمان. شوية خل وتمام على كده يعني كأنه زبادي. بس هقسم بقى العجينة لكذا واحدة، هعمل واحدة قدامكم دلوقتي والباقي بقى انا هبقى اعمله بعدين يعني مش مصوراه. بس الفكرة انا عايزة اقولكم ان هي كذا واحدة، يعني هو مش واحدة بس، انا ساعتها عملت 4، فلو كل واحد خد واحدة حلوة جدا مشبعة قوي. هعملها دي معاهم، انا وولادي بقى بنحب نعمل ايه، بالذات الكيك، تزيين الكيك، البيتزا، الحاجات عشان هما بيحبوها قوي، فتلاقيهم واقفين جنبي بقى فرحانين قوي ان انا هعمل بيتزا. ان انا بصراحة نفسهم في حاجة بقى في دماغي والله عايزة اعملها، بس بستنى تيسير ربنا يعني ايه، ممكن اكون مش فاضية، ممكن كل حاجة مش متوفرة مش عارف ايه. فالنهارده كان يوم فرحانين قوي ان انا هعمل بيتزا، هما بيحبوا يزينوها بقى ومش عارف ايه، فانا هعملها بطريقه حلوه. من العادي هما ما بيحبوش ايه الاطراف بتاعه البيتزا، فانا هقوم عاملاها بطريقه حلوه ان هما ياكلوها برضو كلها على بعضها ما يرموش منها اي حاجه. برققها قوي، عجينه البيتزا بالذات اللي برققها قوي انها فيها خميره وبتعلق، فانا ما بحبش تكون عاليه قوي، لا بصي هي نص نص سنتي يعتبر. هحط على اطراف الجبنه، الحمد لله بفضل الله كان عندي جبنه، الجبنه دي هتلاقيها بتمط كويس قوي، اني كنت شاريها الاوردر اصلا، الاوردر اللي انا كنت مصوراه معاكم الفيديو اللي فات كنت شاريه الاوردر اصلا. الجبنه دي طبيعيه طبيعيه خلاص هتمط معاكي كويس قوي. انا كانت في واحده صاحبتي كانت سالاني هو الكيلو بيبقى بكام من الطبيعي، فسالت عليه لقيتها الكيلو الطبيعي بيبقى ب200 جنيه، فالطبيعي ب200 جنيه بس، والله صحيه جدا طعمها حلو قوي، بتمط كويس جدا جدا. هوريكي دلوقتي ده ما شاء الله، دي بقى وانتي بتقطعيها بتلاقيها ايه بتمط جدا وبجد تحفه. فانا حطيت بقى المهمه في الاطراف دي اللي هي الجبنه كده، وبترجعي تقعدي تفرديها تاني يعني. بس بصوا هم كلهم بيساعدوني زي متحمسين لو بعمل كوسه بقى ولا بعمل باميه ولا مش هتشوفيهم خالص، يعني بياكلوها الحمد لله بفضل الله، بس يعني ما بيبقوش متحمسين يعني، وسبحان الله يحبوا الاكلات اللي هي السريعه كل الاطفال او معظمهم. بليت بس صباعي شويه دقيق كده وبقيت اقفل بيه الاطراف عشان ما تتفتحش، عشان هو تقيل شويه. دي الطماطم بقى اللي انا حطيتها على النار مع الفلفل، حطيت حبه كده هنا، طعمها بجد عارفه لو ما عندكيش غير بس شويه الطماطم بالفلفل دول ودخلتيها على كده هتكون طعمها حلو والله. الحمد لله فضل عندي فلفل فهقطع عليه فلفل، كنت نفسي قوي احط المشروم ولكن لقيته مغمق كده مش عارفه، انا بصراحه لو انا هاكلها هحطه عادي، بس ولادي قالوا لي لا، فقلت خلاص بلاش يعني. كده كنت بندهلهم بقى يجوا يبصوا معايا الفلفل والزيتون والحاجات دي عشان يفرحوا. من الحاجات اللي بتخلي الاطفال برضه يرضوا ياكلوا الحاجه، لو حاجه هم ما بيحبوهاش اخليهم يساعدوني فيها. مثلا تعالي بصي نقطع، حطي البطاطس مثلا في الصينيه، حطي الكوسه تعالي نحطها نرصها مش عارف ايه الطريقه دي، تلاقيهم هم ما دام عملوا حاجه بايديهم حابين يدوقوها. انا في حاجات كتير قوي ما كنتش باكلها في بيت مامتي الله يرحمها ويغفر لها، فكانت تتحايل عليا اكلها. اول ما انا اتجوزت كنت بطبخ طبعا كل حاجه لجوزي ومالوش ذنب، انا حتى عوزت الصلصه الاطراف بس كده هي ما طرطشتش انا عوزتها كده عشان تبقى طعمها برضو حلو، يعني ياكلوها كلها ما يسيبش منها اي حاجه خالص.
الطريقة دي اللي هي داخلها زبادي وداخلها يا ريت زيت زيتون، بتكون طرية جدا. انا حاطة هنا زيت تموين يعني عادي بس انا بقول ليكي انت لو عندك زيت زيتون بتخليها طرية وتحفة. يا سلام بقى لو شوية زعتر كمان على الوش، بتبقى بجد بيتزا روعة. انا صوتي مغلق شوية، عندي برد. احط جبنة على خفيف كده بس اللي هي تلزق كل الحاجات مع بعضها وتديها طعم وتستوي، وبعد كده نحط بقى جبنة كتير جدا، او يعني على حسب انت عايزة قد ايه. انا مش هحط كتير جدا يعني عشان لسه عايزة اعمل صواني تانية. هحط الاكتر جبنة، الاكتر يعني الكمية الاكتر لما تخرج لما تستوي. ليه بقى؟ عشان تاخد بس صهد بقى الفرن كده وتبقى سايحة بقى وحلوة جدا. ممكن لو الجبنة بتسيحش معاكي ممكن تزوديها شوية لبن، بس انا واثقة في نوع الجبنة دي لانها طبيعية فبجد بتكون حلوة. بصي ما شاء الله بفضل الله كانت تحفة، كان طعمها حلو جدا. والاطراف بقى خرر منها الجبنة كده وهي بجد رهيبة. انا مش عارفة املكها عشان ماسكة التليفون والسباتيولا دي خفيفة، بس هي طعمها رهيب جدا الحمد لله بفضل الله. كانت تحفة وعجبتهم قوي. انا ساعة ما كانت بتخمر انا عملت حاجة تانية للفطار، بس انا مرضتش هحطها لكم في نص الفيديو زي ما انا عملته كده عشان ما تتلخبطوش. انا كده خلاص خلصت البيتزا، والبيتزا دي المفروض للغدا وعاملة منها كمان 3. فتعالوا بقى نعمل الفطار. مادام الحمد لله عندي دي، بصي كيس دي خلاص احنا هنخلصها. هعمل بقى الفطار. انتوا زي ما انتوا عارفين عندي لبن، فايه اللي ممكن نعمله سريعا كده؟ ممكن نعمل بقسماط، ممكن نعمل فايش، بس انا ملقتش عندي كركم فقلت لا نعمل بقسماط. لقيت عندي شويه سمسم فنعمل بقسماط. البقسماط طريقته سهله قوي. هو برضو شويه ميه شويه زيت. يعني بصي لو عايزه مقدار في البقسماط، كوبايه مثلا ميه عليها ربع كوبايه زيت، عليها كوبايه ونص دقيق، معلقه خميره، ذره ملح، معلقه سكر كبيره. انا بحب الحاجه المخبوزات تبقى مسكره شويه. هحطه برضو في العجين كله مع بعضه. كل ما الحاجه بتتعجن جامد، رأيي في العجين بصراحه عجبني جدا، لقيته حاجه حلوه وبتوسخش الايد كده، ولا مجهود ولا تعب ولا اي حاجه. هغطيها بقى شويه يخمر. اللي هو البقسماط ما بيحبش التخمير وقت طويل خالص، فاللي هو انا سيبته بس يستريح بس. عشان بس العجينه شكلها تحفه ازاي، طريه جدا طالعه من العجين بسم الله ما شاء الله تحفه اللهم بارك. اللي هو 10 دقايق بس العجينه تستريح، اللي هو ما تقعدش تضايقك في الفرد والحاجات دي. بس هي في قطاعه للمخبوزات بس مش موجوده عندي، فقطعه عادي بالسكينه. كل حاجه تقطعيها نص 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 كده بحيث ان كل العجينات تبقى قد بعض. كل انتوا فاهمين. اليوم ده بالنسبه لي ما كلفتش نفسي، في نفس الوقت اسعد يوم بالنسبه لولادي. فتعرفوا ان انا لما احب اكافئ ولادي اعمل لهم بيتزا، بيحبوها جدا الحمد لله. يعني انا افتكر اول يوم لبست فيه النقاب، انا كنت خايفه يخافوا مني، كانوا صغيرين خالص. عملت لهم بيتزا وقلت لهم انا لبست النقاب وما اعرفش ايه، لان البيتزا بالنسبه لهم احسن من الجاتو والتورته. كنت عامل جاتو والتورته بس الفرن لازم يكون كويس قوي عشان اقدر اعمل فيه كيكات، فهو مغلبني من زمان. بالنسبة للسمسم ممكن تنديه شوية مية وتقومي حاطاه بكل سهولة، مش هيقع من على العجينة. بس انا رحت عاملة عليه كده هوت، يعني ضغطاه عليه فلزق برضو ما وقعش ولا اي حاجة. مرضتش احط دقيق. ليه بقى ما احطش مية؟ ليه؟ خفت بصراحة اضطر العجينة ولا اي حاجة تحصل، لان ما عنديش خلاص ولا نقطة دقيق تاني. اللي انت حابة تعمليه ممكن تحطي حبة البركة، ممكن ما تحطيش. في طريقة تانية للبقسماط اللي هو بالكمون، انا بعزه جدا. بقسماط الكمون ده بحبه جدا، هبقى اعمله معاكم مرة تانية ان شاء الله. انا كده بعمل بقسماط مش محتاج برضو تخمير وقت طويل ولا اي حاجه. خديه كده ومفروض بكعب ايدك تقعدي تفرديه جامد قوي قوي، ويعني خليه رفيع زياده عن اللزوم، بحيث ان هو على حسب طبعا الحجم اللي انت عايزاه، بحيث اللي هو لما ان شاء الله ينفش شويه يخمر شويه يبقى حجمه حلو. انت شوفي انت بتحبيه رفيع قوي، بتحبيه متوسط، بتحبيه ايه، واعمليه زي ما انت حابه. هقول لكم اول يوم صح عشان افتكرت. اول يوم بقى كنت عامله لهم البيتزا ولبست النقاب وكده، ونزلت على كميه، انا نفسي احكي لكم الاحساس ده والله العظيم، كميه راحه. هقول لكم اوصف لكم الاحساس ده عامل ازاي. عارفه انتي انا بالنسبه لي اصلا انا بنت انطوائيه جدا، المفروض ان انا ماليش اخوات غير اخ واحد، وطبعا الولاد طبعا في الشغل وفي الدراسه مش عارفه ايه، وحياته غير مع البنت خالص. وانا يعتبر قاعده مع مامتي بس، فانا ومامتي كمان بتشتغل، فاعتبر قاعده لوحدي طول الوقت. فانا انطوائيه شويه. انا بنتي بتفتكر كده كنت بعمل البيتزا لان انا ساعتها المفروض الفيديو ده كنت فبتفردها. آم، قلت لها لا ده انا بعمل بقسماط. بعد كده اتفاجئت يعني ان انا كنت العجينه كانت بتخمر بتاعه البيتزا وانا رحت عامله البقسماط. المهم فانا كنت انطوائيه جدا. فانا ايه اللي حصل؟ فحسيت بقى لما لبسته حاجه طويله كده، الخمار نزل عليا كده ووشي متداري
بجد كنت عارفة أنتِ اللي أنتِ قاعدة في أوضتِك ومقفول عليكِ بابِك وقاعدة متأنسة برضه في نفس الوقت بصوت حد برّه، وده الإحساس، أنتِ تحسّي إن أنتِ ماشية في وسط الشارع وما حدش شايفِك خالص ومتغطية كده، بُصّي الإحساس ده أنا باحبه، فأنا باحب اللي هو الانطواء، فبجد إحساس كان مُريح أوي بالنسبة لي، متعة، زائد إن أنا بُصّي تحسّي إن أنتِ ماشية كده أنتِ مش موجودة، ما حدش شايفِك أصلًا. مش عارفة أوصفه لِك أوي، بس حاجة كده تحسّي براحة نفسية رهيبة بجد والله. غير طبعًا إن هو فضْل وممكن يكون فرض الله أعلم، تشبّهي بزوجان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتاخدي حسنات طول ما أنتِ ماشية، وبعدين ما تخافيش تعدّي من أي حتّة، أنتِ الحمد لله مستورة، يعني حد مش كويس وهتعدّي من قدّام ناس كتير ما أعرفش تحسّي إن أنتِ لأ أنتِ مستورة كده مش هتقلقي يعني حد يبُص لِك بصّة مش كويسة بتاع، فالحمد لله بفضل الله. ساعتها بقى عملوا إيه، لا ما خافوش منّي ولا أي اندهاشة ولا أي حاجة ولا أنتِ لابسة إيه يا ماما والّا مش لابسة إيه، بس كنت باعاني من إيه تاني، إنّهم صغيّرين خالص كانوا يمسكوا في إيد أي حد لابس نقاب. يا جماعة مش أنا، مفكّرين أي حد لابس نقاب مامتهم. تعالوا أوريكم بقى البقسماط بعد ما طلع الحمد لله بفضل الله، وفطرنا جنبه لبن وبس كده. إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد، ومش هاغيب عليكم والله أنا آسفة، ادعوا لي ربنا ييسّر لي الأمر. السلام عليكم ورحمة الله.